السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة المشاريع الصغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا قناتنا تهتم بالمشاريع الصغيرة المنزلية، تكون تكلفتها بسيطة وسهلة على كل منزل أو كل صاحب دخل محدود. طبعا اخواني، نتمنى إذا عجبكم هذا الفيديو وشرح كامل عن هاي الطيور أو الدجاج البياض، نتمنى الاشتراك بالقناة إذا ما كنت مشترك، وإذا كنت مشترك تحط لنا إعجاب، وجزاك الله خيرا. طبعا متابعين أكثر من متابع أخي يتواصل معي على الخاص، نحتاج نشتغل شغل منزلي خفيف يتألف من 100 دجاجة بياض أو 100 فروج لحم. ولكن الفيديو اللي قبل هذا كان نشرح عن الفيديو يشرح عن 50 طير أو 100 طير للدجاج اللحم، الفروج اللحم. احنا اليوم نشرح موضوع الدجاج البياض. اخواني، الدجاج البياض من المشاريع المربحة والمردود اليومي. عندك مردود يومي انت من البيض، منتجات البيض اللي تبيعه، تشتري علف ويكون مربح. الواحد يسد رمق المعيشة فيه. طبعا الأخوة اللي يراسلوني على الخاص، المعوقات ما عندهم معوقات، لا من حيث الأدوية ولا من حيث المكان ولا من حيث الخبرة، ولا كلها موجودة، ولكن العائق الوحيد هو مسألة العلف. طبعا واحنا راح نتدارس ان شاء الله بالفيديوهات القادمة كيف انه راح نحط خلطة او نشتغل على خلطة انها تكون توفر علينا في مسألة العلف وولاء العلف وتفيد دجاجنا مشان ينطينا انتاج طيب من البيض. طبعا اذا انت راح تشتغل بهذا المشروع، انصحك تشتغل بكمية قليلة مثل ما نصحنا بالفيديو القبل. تشتغل ب100 دجاجة أو 50 دجاجة حسب القدرة اللي عندك أو المكان، تشتغل فيها على قد فلوسك وقد مكانك. طبعا شباب، هذا الدجاج البياض طبعا يقاوم الأمراض، يعني ما أنه مثل الفروج اللحم. تقدر تشتغل ب100 طير وتبدأ مشروع، وإن شاء الله يكون توفيق حليفك. طبعا ال100 دجاجة مسافة، يعني مكانها قليل وتعبها قليل. يعني بالمنزل تقدر إذا عندك شاب 15 سنة يقوم بتربية هذا الدجاج، بس تنطيه التعليمات أنت وتكون عندك مصلحة ثانية. فإن شاء الله احنا راح نبلش بهذا المشروع قريبا إن شاء الله، نحط 100 دجاجة ونشتغل مشروع يكون يفيدنا. طبعا إذا اشتغلت بهذا المشروع بدك تحاول قدر الإمكان تجيب علف رخيص ويفيد دجاجك مشان ينطيك إنتاج بيض طيب. إذا جبت 100 دجاجة، يعني إنتاجك راح يكون من ال80 لل65 بيضة، وأيام يرتفع لل90% البيض. راح يكون عندك مردود، قسم تبيع من هذا البيض، قسم تشتري فيه علف، وقسم تكون هذا مربح لإلك. وهذا الدجاج البياض الفرنسي ما يعني هذا مهجن، وكل يوم في عنده بيض، تمشي على برنامج يوميا يبيض. طبعا شباب، انت تقدر تشتري الدجاج هذا جاهز تشتريه على البيض، وبإمكانك تربيه صوص حسب التكلفة. أنت مشروعك مو كبير، ما راح إن شاء الله الخسارة، إذا خسرت ما راح تخسر المبلغ الطائل، راح تخسر شيء بسيط إذا في خسارة. وصل حتى بالشتاء، يعني إذا اشتغلت في هذا الشتاء هذا المشروع، حتى إذا في شتاء لا بده تدفئة ولا شيء، هو الدجاج يدفي بعضه. يعني هذا بالنسبة للبياض. مسألة العلف، يعني احنا نشرح العلف اللي يحاول بالمنطقة اللي هو فيها، مثلا يكون يخزن علف بوقت الصيف ويخزنه للشتاء. إذا أنت اشتغلت على هذا المشروع تقدر يعني من مخلفات المنزل كمان تطعميها، وإن شاء الله التوفيق للجميع إن شاء الله يا رب. طبعا يا شباب، والله اتفقنا أنا وأخوة أنه نبلش نشتغل بهذا المشروع إن شاء الله من بداية الربيع إن شاء الله رب العالمين. فإحنا ننصح إخواننا بتربية من هذا الدجاج الفرنسي. هذا مهجن، والبيض عنده نسبة البيض عنده في السنة يعني 340 ل 320 بيضة بالسنة الدجاج الواحدة. أتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع إن شاء الله رب العالمين. حياكم الله متابعين قناة مشاريع صغيرة، وإن شاء الله الفيديوهات القادمة تكون مفيدة لكل أهلنا
اللي يدورون المشاريع اللي بسيطة ومشاريع خفيفة إن شاء الله وتكلفة بسيطة إن شاء الله. حياكم الله.